القصاص اللذيذة اللي بدنا نحكيها. يا حلوين، يقبرني الله اللي خلقكم. كاسة شاي بالسكر. يعني تقريبا عبدي يعمل اعلان للشاي. شو سر انك صاير ابيض زيادة؟ ما عم شوف الشمس، ما عم بطلع من البيت. وينك شد شعراتك؟ لا خلص، خلص اخوي، دخيلك. لا تقرب على الكاميرا بيكبر انفك. فيك قنبلة تنمر رجاء. اليوم بدنا نحكي أول طرح للموضوع. مرحبا يا 27,000 إنسان يا حلوين. أول شي بدنا نحكي عن دكتور. افتتاحية 2025. الحمد لله صابت، وبعتقد إنه ما رح نرجع نعيد مواويل كل غنية اللي بنحكي فيها. الحمد لله رب العالمين. غنية محتلة ترندات كتير بكل الوطن العربي، وكتير منصات لذيذة. هاي شغلة كتير مهمة، وافتتحنا فيها بطريقة صح. وهلأ بدنا نحكي عن موضوع الفيديو كليب. شو كانت أنا وجهة نظري لما كنا عم نخلق فكرة دكتور، وليش عملناها بهي الطريقة، اللي ما فهم كتير بنشرح له وبنساعد. كانت فكرة فيديو كليب دكتور. أول شي الأغنية حزينة بالمطلق، مش رمادية المشاعر، هي أخذ توجه ثابت بالشعور ألا وهي الحزن. فأنا بطبيعتي ما بحب الدراما. يعني يعني أنا حدا فرفوش وما بحب أظهر بطريقة دراما مهما كانت الأحزان متراكمة. اللي عم بحكي فصحى خي، حسيت بحكي فصحى. مهما تراكمت المقاييس العالمية في دخول. المهم، قصدي انه شو ما كنت انا حاسس، اذا كنت زعلان او كنت مبسوط ما بحب اظهر الجانب الدرامي من الكاركتر بكاركتر يعني. فكنت فكرتي انه وانا هيك بالحقيقة. يعني انا اذا كنت متضايق بتلاقيني عم بصير بنكت زيادة بالحياة. فبس رفقاتي يشوفوني عم نكت زيادة وعم اسخر زيادة من اللزوم، يعني انا متضايق. بس كون عم بالغ بالكوميديا، بكون معناتها انا متضايق، في شي زعجني جوا عم عوض هذا الشعور. فاجيت قلت ليه ما انا بنقل حقيقتي، كيف انا بعبر بحياتي الطبيعية عن حزني هو بالمزح والكوميديا. ليه ما انه تعا التموا العالم كلياتهم لانه عم يسمعوا حدا عم بيغني بالكوريدور بالفيديو كليب. عم يسمعوا حدا عم بيغني ولحقوه كلياتهم والتفوا حواليه. فاجينا نحن بدنا نطلع عليه للشامي، شو بده يعمل؟ بده يبكي؟ بده يوقع؟ لا، كان بده يرقص. فانا حسيت انه هذا الشيء كتير بيعبر عني. انه اي حدا ناطرني اوقع، او اي حدا ناطرني ابكي، او اي حدا ناطرني ازعل، مش حيلاقيني غير واقف على حالي وعم برقص. وانا برأيي فكرة الفيديو كليب هي شيء سهل ممتنع. لم تطرح بهذا على الفصحى لم تطرح في هذا السياق من لم تطرح في هذا السياق من قبل. يعني ما حدا يعني ضوى على الحزن. يعني عادة الوطن العربي بطرح الفن مباشر جدا. يعني واحد بيكون مشتاق لحبيبته بيكتب لها اشتقت لك حبيبتي. الشامي بيقول لها شوق المطر للأرض مشتاق لشوفك. فأنا بعبر عن الشعور بالأخص. هلا لما نحكي نحن عن كلمات أغنية الدكتور، هنلاقي إنه أنا بحب أعبر بالكلام بطريقة الغير مباشرة. لأنه أنا برأيي الفن إذا كان سطحي ليه فن؟ يعني بصير أي حدا بيطلع على أي منصة بيقول الكلام اللي بقلبه بشكل مباشر. يعني أنا اشتقت لك حبيبتي، إن شاء الله بدي أجيبك على بيتي.
هي قافية. بس في عدة طرق تعبيرية ولغوية ومهارات كتابية بتقدر تتوصل فيها انت لانك تطرح شعورك بالشوق او بالحزن بطريقة اخرى، ان كان بالفيديو كليب او ان كان بالاغنية. يعني مثلا ظنيتك سند ما بميل، فبعد كل الكلام شو يلي. ما بيقولوا لك بالكتب نحن عم ندرس نحن صغار، بيقولوا لك بعد الكذا ماذا يلي. انا عم بعد كل الكلام شو يلي، شو جاي. ما اتى منك غير حكي، لا انت يسار ولا يمين. خايف انا من القرب، خايف من دقة قلب، لا لك رفيقة درب ولا حتى عابر سبيل. انت لا لك حدا قريب ولا لك حدا بعيد، انا ما بعرف انت شو بحياتي. طب وينك من الاعراب يا بعيدة ومن القراب، فاعل ومفعول فيه يا عيوني، هي حرب احباب. اللي عم نعيشه هذا منه شي صحي. يعني انا ما بعرف انت شو موقعك من الاعراب بحياتي، بحسك قريبة بس انت بعيدة. ف... وانت وين؟ هاي كان آه، المقصد العام من الأغنية اللي هو التشتت بالعلاقة. وأنا ما بعرف أنت شو يعني ما. مالية رجع والنور بي انطفى، حنون ماليني جفا. قمة باللي أنا عم حسه إنه هو حنون بس ماليني جفا، يعني ماليني بعد. وهذا نفس بكفيت الأغنية بفكرة إنه يا جماعة أنا هي قريبة أنا بحبها بس هي في جفا بيناتنا، أنا مالي عرفاني شو موقعها بحياتي. هلا ككاتب وأنا هي طريقتي بالتعبير. حتى بالمقطع الثاني أنا عمول والعين مراية يا روح والقلب حان غياره، بقمة بالقسوة ازرع حجر بحشائه، شو خبى كذب بتيابه. يعني أنا قلبي اللي وصلني لهون إنه أنا أكون بهي المشاعر وبهذا الحزن، لأنه طيب. فالقلب حان غياره ازرع حجر بحشائه، يأسى يصلب، فروح الله ليردك والسمل تشهد لك. ما سبقك حدا يوم يا خوان. قمة بالسلاسة وقمة باللذاذة، هيك عم تمرق الكلمة بدون ما نحس فيها وعم يمرق المعنى. وانتبهوا، هذا الشيء مستخدم من قبل في الأستاذ الله يرحمه أبو مجد ملحم بركات. في عنده أغنية بتقول ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، إذا مسقيته شوي شوي عالسكت بيموت. على هذا قمة بالذكاء، الزلمة ما عم بيحكي عن الورد، الزلمة عم بيحكي عم بيشبه الورد بحبيبته. ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت. يعني ما في حدا بيطلب الاهتمام، إذا ما أنت أعطيت الاهتمام هو لحاله المشاعر بتموت. قمة بالذكاء بالطرح. إذا هاي نوعية الكلمات، إذا نوعية هاي الكلمات هي مطروحة في بالسابق، ولكن الغير مطروح بالموسيقى الجديدة تبعنا هو نوعية التلحينة. هي التلحينة اللي نحن عم نستخدمها بموسيقتنا عم تجي جديدة على الإذن. طبعا مش جيلنا نحن بنفهم على بعض أغنية، عم نحكي على فئة معينة من الناس معتادين على ألحان موسيقية أو الطرب أو البوب الكلاسيكي. ف هذا الشيء مفهوم وأنا مستوعبه وبعرف إنه هذا الشيء مفهوم. طيب نحكي على فكرة إنه عم بتحسوا أو في ناس قريب الروح من بعض الأغاني. الكلام
صبرة 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 للروح وربي يعلم صبرة، كل حزنه على جي خسرة يا قلبي سبات. فيمكن انتو الروحية او الهوية الموسيقية عم تشبهوها ببعضها، وهذا طبيعي، هي روحي، هي روح الفنان. انا الكاتب وانا الملحن وانا قاعد مع البروديوسر وقاعد مع المخرج وقاعدين عم نصنع هذا، هي روحي وروح البروديوسر وروح المخرج، نحن تيم عمال عم نصنع هوية، وانا تحديدا روحي موجودة. فهذا الشيء بيعمل سبحان الله بس نسمع كلام لشاعر معين حتى لو ما بنعرف انه لهذا الشاعر، بنقول لإله. اذا انت حدا بيقرا لمحمود درويش كتير او قاري له كتير اشياء، بيمر جملة لذيذة لمحمود درويش، تلاقي انه حتى لو انت ما بتعرف انه لإله او ما حدا خبرك، انت لحالك تقول هينا محمود درويش، لانه في هوية لكل كاتب، في هوية لكل شاعر، في هوية لكل ملحن. وحدة روحه هي، والجمهور حابب هي الروح، يعني الجمهور متعطش. يعني حتى لما الشامي ما عم بينزل عم يصير يضطروا يسمعوا ناس عم بيقلدوه، لأنه الجمهور متعطش لهي الروح وعم بيحبها. وأنا وفيلن، يعني أنا وفي لجمهوري، بحب أعطيهم اللي هن حابين يسمعوه دائما. وعموما يعني هلأ جايتنا أشياء كتير حلوة قريبا، هي بالنسبة للموسيقى وشق الكلمات وشق الألحان وشق دكتور ونجاحها. وهي إلى الآن رغم كل النجاحات فضل من الله، دكتور هي أسرع أغنية بحياتي من حيث سرعة المشاهدات. يعني قد ايه صارت؟ 3 مليون ب 24 ساعة. فنحن عم نحكي انه لما بتطبق بيكون مكتوب قبل يوم واحد ممكن تكون 6-7 مليون مشاهدة، وهذا الشيء اسرع حتى من اللي انا عملته بحياتي من قبل. هذا دليل انه الحمد لله رب العالمين نحن اخذين منحى تصاعدي بجمهور. هلا بنحكي عن الحفلات. هذا الشيء اللذيذ. كانت سنة 2024 لذيذة وعملنا فيها حفلات كتير. رحنا خليج، رحنا قطر، رحنا إمارات عدة حفلات بدبي وبأبو ظبي، رحنا عملنا لبنان، عملنا أوروبا، عملنا كندا، عملنا أمريكا، عملنا تقريبا بكتير أماكن بالعالم. وكان في قالب معين عم نطلع فيه لأنه ما كان في وقت. يعني أنا بحمد الله وبحمد فريق عملي وبشكر إدارة أعمالي وبشكر الفريق الموسيقي تبعي وكل الناس، إنه نحن بالحالة السريعة بنجاح الشامي قدرنا رغم ذلك نعمل حفلات، وقدرنا رغم ذلك يكون في عنا إنتاج كثيف بالموسيقى، وقدرنا نكون عم نغطي على اليوتيوب أغاني مهمة وعم نعمل حفلات بكل مكان بالعالم. أنا برأيي إنه هذا كان صعب علينا، لأنه نحن كنا بحالة عم نستكشف ما مدى حجم الجمهور، وين انتشار الجمهور، كتير أمور كان نحن بحاجة وقت. فأنا الحمد لله إنه قدرنا شوف جمهوري على الأرض وننقل الحالة. هي كانت متعارف عليه إنه هي على السوشيال ميديا كتير أو لعمر معين، وهذا الأمر أثبته بسنة إنه غير دقيق، لأنه نحن بكل مكان بالعالم كنا عم نروح كنا عم نعمل حفلة سولد أوت وجميلة جدا وحلوة إلى جمهور حلو كتير. بس الشيء الجديد اللي بده يصير هلا إنه كيف الحفلة بتشوف، يعني بعد كل اللي عملناه بسنة. يعني يا جماعة اللي صار مجنون، يعني بعتقد إنه تشاي أوردز بشهر واحد
نصنع موسيقى جميلة، مش أغنية صدفة. نحن ما لنا صدفة، نحن ناس مجتهدين. أنا شخصيا إنسان مجتهد. أنا دكتور امبارح نازلة وأنا قاعد بالليل سهران بالاستوديو عم بعمل موسيقى. إضافة إنه العمل بياخد معي وقت، لأنه نرجع ومنعيد إنه أنا الكاتب وأنا الملحن وأنا المؤدي. فأنا إذا عم بنجح بكل أغنية عم بنجح ككاتب وكملحن وكمؤدي. فأنا برأيي من اللا منطق إنك تكون عم تطرح على إنه آه، سوري، إنك تكون عم تطرح إنه آه، ك- العمل جميل بس الكلمات فيهم مشكلة. الكلمات جميلة بس المخارج المدري شو فيهم مشكلة. ما في شي فيه مشكلة، لأنه لو في شي فيه مشكلة كان الجمهور جمهور ذكي. الجمهور ما بيمزح معه، هذا جمهور عم بيدوق الموسيقى وعم بيسمعها وعم بيحبها وعم بيسمعها مو مرة ولا مرتين. أغنية صار عليها 200 وشوي مليون، وحدة تخطت 140 مليون، وحدة تخطت 130 مليون، وحدة. إذا في حالة جماهيرية أنا ممنون إلها ومبسوط فيها، قد الدنيا ثبتت على الأرض واستقرت ووضحت وبينت ملامحها، وأنا ثبتت وبحمد الله. بحمد الله رغم الحالة السريعة اللي صارت إنه نحن كنا كان أنا عندي إدراك، قدرت أفهم بظهوري الإعلامي. كنت أنا راضي عنه، يعني أعمالي راضي عنها رغم الوقت الضيق، حفلاتي راضي عنها، راضي عن صدقا عن كل شي صار. وبس هدول الأمور الحساسة اللي أنا كنت بدي أحكي فيهم. ما صاير جدي يا جماعة. هلأ أنا ما عم خاطبكم انتو، هلأ أنا عم خاطب بيعرفوا حالهم هن جماعة الشامي وأغنية وجعت كذا. فعم حاول نوضح الصورة بطريقة لائقة ولذيذة جدا. ودكتور نشحت يعني مش حالة تفوت نورجيكم. هلأ دكتور 3 مليون و200 ألف بمعدل أسرع أغنية إلي بحياتي لكم الصدرة الأولى. أسرع أغنية من حيث سرعة المشاهدات، وهذا الشيء يعني عم ناخد منحى تصاعد الحمد لله رب العالمين. وهلا بنرجع الحمادات. خلصنا. شو أفضل شيء بدنا نحكي فيه؟ خلصنا. حسيت كان عندي واجب فرض. أخذنا فكرة، عرفت باخذ مي لازم بنص الحديث، ماشي فري. بتعرف إنه دكتور مكسر الأرض. الحمد لله يا رب. الله بيعلم شو عم بمر وشو عم بيصير لنوصل لنتيجة نقول نجحنا. الله بيعلم إنه ما له سهلة. أنا يعني أنا شو أنا هدفي بالنسبة لي إنه أنا أكون قادر أقول للعالم يلي غير مؤمنين بشو نحن بنحب كجيل، يكون عنا يعني أقدر أثبت هذا الشيء. مثل ما أي موسيقى انفرضت على جيل معين وتم إثباتها إذا كانت صحيحة وحقيقية طبعا مع الوقت. يعني أنا أولويتي غير لا منافسة، لا أولويتي برهن شيء ولا بدي استفز حدا. أنا بدي أقول إنه نحن موجودين، نحن عم ننسمع، نحن حلوين، نحن ناجحين وبس. نحن شو بسيطين بس. صراحة حتى إذا انتبهتوا إنه ما بقى عم شير لكم أنا ترند
وين كنا ترند بقبرص دخلك؟ ترند بقبرص أنا، ترند بألمانيا، وترند بسويد، ترند نرويج، سويسرا، ترند بقندهار، ترند بكل مكان يعني. إذا انتبهتوا إنه ما بقى عم بطرح هذا الموضوع لأنه أكيد هذا الشيء كتير حلو. هذا بيدل، إذا بيدل على شيء بيدل على قديش الجمهور واسع ومنتشر. دليل انه انا هلا عم حكيكم حديث كتير ممل صراحة، حاس حالي بدرس انتو 27,000 بني ادم يعني. هذا دليل اكتر من كافي انه الحمادات بيعملوا عي. في ترند بالموزمبيق تقريبا، وصلنا لهنيك يعني تقريبا. صحيح جدي برو ماكس، والله يا تورني لا جدي ولا شي. بس انا عندي هيك كان شوية افكار براسي عم بطرح لكم اياها على الرواق. قريبا في عمل موسيقي غير متوقع ومن برا الصندوق. يعني أنا إلى الآن كان ضمن إطارات معينة عم ثبت رجلي فيها، بس هلأ شوي بطلع برا الصندوق بالحفلات وبالأغاني. شو كمان بدي أعملكم رقصة الدكتور أنا وسلام بكرة. والله رميتني من حصاني ويا ميمنة خيام، خابوا كل ظناني ويا ويلو شو خوان دكتور. بي الوجع راح ما لي رجع والنور. جيب عالطور، جيب لنا عالطور سلم. بحس ميت أنا، صار لي 4 أيام. والله العظيم ما يتاركوا كتير يعني، بس صرعني حطيته بالصالون وصرعني وبصفر كتير، وكل ما بكون عم بحكي حديث بيلهيني. شو خلص يا عمي. سؤال قد ايه ضليت تعلمت الرقص؟ لك رقصة شو هي يا عم؟ هي فتت هيك بالحالة، فت بالحالة خلص يا سكر نقطة. لا عم بمزح. حاسة للموسيقى فعطيت قدام الكاميرا شو حاسس بيطلع مني ممثل. تعال واو بعينك. خلص عم بحاول اخده بس، والله عم بحاول اخده. برو بس انا بدي احاول ورجع الحمالات. بلعب بلعب ينعن. شوف شو ازعل، شوف شو ازعل. بلعب بس بلعب. ها ها دخل اي يلعن امك كلب. سوري اعتذر على على المصطلحات. ليه يا اخي هاي يلعن يلعن. نتشني. خلص انا استسلمت. يلعن امك عنتورة. ما قصدي، ما قصدي على ام عنتور، ام عنتور حصتي. بس ولا شفت الصفيرة؟ قسما بالله صفيت صفيرة شوارع. ربيان بالحارة انت ولا؟ طلع فيه، طلع فيه. ربيان بالحارة. منين جايبك انا؟ كلب.
بدي صارحهم بشي. انا بدي صارحكم بشي كتير مهم، وبحس انه لازم اخبركم اياه، لانه انا خلص تعبت. انا تعبت. لا ما بدي اعتذر شوي. انا سلاحف النينجا. عذرا، انا ما هيك بعمله بالعادة، بس حسيت يعني. بصراحة يا جماعة، انا كنت بدي اجيب لكم ايفونات للحمادات يلي تعبوا معي بالتصويت على جوي اووردز. صحيح، صوتولي. فوتوا على البرنامج، نزلوه، وفوتوا دوروا على الشامي بالترشيح افضل فنان وافضل اغنية، ما بعرف كم ترشيح مرشح، المهم دوروا وين مرشح، وصوتولي صرنا 30,000. ايه، فبصراحة انا كنت ناوي اجيب لكم ايفونات، بس الحالة ضيقانة. عن جد الحالة ضيقانة يا جماعة، وانا ما معي اكل، فلازم نحن نوقف قدام بعض ومع بعض. لا اطلع انا من الحالة، وبعدين بس هيك تعمل لها دكتور شي 100 مليون بجيب لكم ايفونات. انا مصدق. انا مصدق. انا عن جد بجيب لهم ايفونات. والله بعد النجاح الحالة ضيقانة يا جماعة، هذا نجاح رقمي. يا جماعة عم بشرب شاي انا ليل نهار، عم لك شاي وخبز. شو سر النكحة اليوم؟ الراحة النفسية. جاب لنا كنة. طيب، انا حخبركم شي وبتمنى تاخدوه بقمة بالجدية، لانه هذا الشي حيكون لحظة مفصلية، كلياتكم سجلوا اللقطة، لانه هاي اللحظة حتعيش معنا كتير. حمادات، تتجوزوني؟ زقف عنتو. هلا بينزل خبر عاجل على الفيسبوك. الشامي يصرح على اللايف المباشر تبعه انه في حالة مادية ضيقة مالية. في ضيقة مالية. دقيقتين ونص تقريبا. لا بنستاهل احسن منك. ايه. ايه. الله يهني سعيد بسعدية. انا كنت عم بعمل اللي علي، كنت عم او بفوت بيحكي علينا باللايف، انتو ما يعني لا تردوا عليه ولا حرف، يعني اعملوا حالكم مو شايفينه. ايه. ابدا. لانه نحن ما بنحب نأذي اللي بيحكي.
مقنع الحب والحنان والمحبة والسلام، لأنه موسيقتنا بتعبر عن كل شي حلو عن جد، وعن السلام واللذاذة. فلا العنف. عم تنسى اني على لايف. اختار واحدة هيك هلا. خلاص. شو اكلت اليوم؟ good question. شو اكلنا اليوم؟ ولا شي. ولا شي. قوم ورجيني لبسك. ما لابس شي بس هيك. التمشيط. يا ليل. تغني له غنية على الدور، بركي بيرقص. إيه. عنتور الكلب، عنتور الكلب، عنتور. عنتور الكلب، عنتور الكلب قاعد عالسماعة. عنتور الكلب، يا عنتور، يا عنتور الكلب. ايه طيب. عنتور الكلب قاعد عالسماعة، عنتور الكلب قاعد عالسماعة. يلا 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 عفكرة يرقص بس خجلان. عم يرقص. ليه وقفت؟ اخوي اهينك، اهينك قدام 30,000 انسان. ايه بهينك والله. جربني. انت شفت لما ببزع ليش بيعمل؟ شفت لما بينقص. آه. شي شخصي شوي. نعم. شفت ايش بيعمل؟ بيغطي وشه بس. شي. الرهاب الاجتماعي بخاف منك حبيبي. ايه المهم عن طول نرجع لحديثنا. تعب قلبي يا غزال. انا
حسك انت لا. الله يسامحك يلي ببالي. اعمل لك سولو. على شو كيف بلحق. عم اشتغل بعنتور. صالحنا بتحبنا عن جد والله من قلب قلبي. لا والله بحبكم. عم تطلع. انا عم طلع بتعليقات هيك. كسر خواطر الطوائر. سبحان الله بس احكي شي كله بتحسسه. هو بس عنتور. تنصح يس علوش اكيد. اكيد ايد واحدة ما بتصفق يا حبيبي. هل الشعر غير تعبود؟ شوفت عينكم. يلا بإذن الله جايتنا حفلات حلوة، وفي كتير اشياء جديدة بالحفلات رح تكون غير، مش بس اشياء جديدة، هي غير كليا، رح تكون بغير قالب بغير طريقة تماما. اغاني على دكتور خليها تاخد مجدها وبس نرجع نبقى بنحكي. وحب وحنان، ويقبرني الله اللي خلقكم، ويلي بيكرهنا ومستفز منا حبيبي يا حارة، ويلي بيحبنا وبعده معنا، يقبرني الله اللي خلقه، وعيوني إلكم.